السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى هنعمل الفراخ المشوية والرز الأصفر، وهنعمل بابا غنوج إن شاء الله يعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة، ومقادير إن شاء الله مظبوطة 100%، وهتعملي أحلى فراخ في البيت. وما شاء الله ما شاء الله تطلع معاكي تحفة. دي المقادير كلها، هنقول كل حاجة واحنا شغالين إن شاء الله، واحنا هنبتدي مع بعض. دي كانت فرخة مقطعاها نصين ومغسولة كويس جدا ومنقوعة في محلول النقع وشطفناها كذا مرة، وكنت عاملة فيها فتحات كده من فوق علشان التتبيلة إن شاء الله تخش فيها. أول حاجة جبنا الخلاط، حطينا فيه 2 بصل و2 فلفل رومي و2 طماطم إن شاء الله، عشان نضرب كل مكونات الخلطة في الخلاط. ودي معلقة توم حبايب قلب كبيرة بتديها تطعيمة، وإن شاء الله هتعجبكم الخلطة. وهنا كان معانا معلقة الا ربع فلفل أسمر، عشان دي فرخة 1.5 كيلو. وإن شاء الله دي معلقة كبيرة، دي بهارات فراخ مشوية بتجيبيها من عند عطار وتكوني موثوقة فيه إن شاء الله. وهنحط إن شاء الله معلقة كبيرة ملح، عشان دي فرخة واحدة. وإن شاء الله نحط بقية المكونات عشان نخلطهم مع بعض. ودي كانت ليمونة كاملة بتديها مزازة وبتمنع أي حاجة في الفرخة، وإحنا ما شاء الله غسلنا ومخلينا زي الفل. ودي معلقة ونص دبس رمان. وهنحط إن شاء الله 3 معالق زيت عشان للتلميع، وعلشان المكونات كلها تختلط مع بعض. وهنحط معلقة صغيرة جدا خل. ودي دي حبة مية، نص كوباية كان مكان الدبس رمان، علشان ان شاء الله تلف معاك. انما لو ما حطيتيش ميه الخلطه مش هتلف مع حضرتك. وهنخلطهم ان شاء الله كويس جدا لغايه ما يبقى خليط متجانس. هنا بص الفرخه ما شاء الله عليها نظيفه وزي الفل، وكنت منشفاها بمنديل. حطيتها في الصينيه دي لقيتها واسعه معايا عن البايركس. وهنحط عليها التتبيله، وان شاء الله نسيبها اقل حاجه ساعه او ساعه ونص. عايزه حضرتك ممكن تعمليها في عزومه قبلها بيوم ان شاء الله، تعمليها وتحطيها في التلاجة، وبعد كده ان شاء الله تدخليها الفرن. بتبقى عسل عسل. كل ما بتقعد في التتبيلة ان شاء الله لما بتبقى النتيجة بتاعتها احسن وافضل. بس هنا بقى عشان الوقت بقى، قعدتها ساعة ونص ان شاء الله. حطيت هنا الخليط اللي احنا ضربناه، ريحة بقى وتطعيمة وجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجب حضراتكم. ونتبلها ان شاء الله من كل حتة لغاية ما تشرب التتبيلة. ولازم نعمل الفتحات حبايب قلبي من كل حتة، علشان التتبيلة تخش جوه الفرخة وتديكي طعم ما شاء الله ما شاء الله عليها. بتبقى يعني مش قادرة اوصف لكم، جميلة جدا جدا، واحلى كمان من الجاهزة ان شاء الله. هنا كنا بنحط المكونات كلها وبنخلطها مع الفرخة كويس جدا، وهسيبها لمدة ساعة أو ساعة ونص إن شاء الله عقبال ما نعمل شوية الرز الأصفر. هنا جبنا حلة حطينا فيها 4 معالق أو 5 معالق كبار زيت ذرة نضيف، وهنعمل أحلى حبة رز أصفر إن شاء الله. هنا دي 3 معالق كبار، دي الخلطة بتاع الرز الأصفر بتجيبيها من أي عطار تكوني حضرتك موثوقة فيه. وكان عليها نص معلقة كركم. وهنا دون نص معلقة فلفل أسمر. احنا الأول هنشوح إن شاء الله البهارات مع بعض، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي إن شاء الله دي كانت واحدة ماجي فورية. عندك ماجي مكعبات ما يجراش أي حاجة، بس دي كانت فورية المتاحة عندي. وإن شاء الله هنقلب الكلام الجميل ده مع بعضه لغاية إن شاء الله لما ريحة بس التوابل تطلع، علشان ما تتحرقش معانا. وكنا غاسلين كيلو رز إن شاء الله هنحطه ونشوحه كويس جدا جدا مع بعض، علشان ان شاء الله يطلع مع حضرتك مفلفل وجميل. عند حضرتك قرفة ممكن تحطي، بس انا ما كانش متوفر. عند حضرتك الليمون اللومي ممكن تحطي، بس انا الموجود عملت بيه، وكانوا شوية رز زي العسل. فنشوح كويس فيه لغاية ما ياخد من كل المكونات. ولازم يا جماعة ان شاء الله حبايب قلبي ان احنا نشوحه كويس شوية، علشان ما يطلعش معاكي معجن. ده سر من اسرار الرز، ان احنا بنخليه يتشوح كويس على النار، علشان لما نحط المية يطلع كل حباية شاربة وتطلع ان شاء الله مفلفلة. هنا كنا بنظبط الملح بتاعه، حطيت معلقة كبيرة وبدأت اقلب تاني، وان شاء الله هنحط المية بتاعته هنشوف
المقدار الصحيح للمية، وإن شاء الله هنسيبه يستوي عقبال ما الفرخة بتاعتنا كانت اتبلت. وبعد كده قعدتها ساعة في الخلطة، وبعد كده إن شاء الله نحطها في الفرن. خلطنا بقى، بص اللون وبقى وبص الجمال، الخلطة زي العسل. وبعد كده إن شاء الله لما أحس إن تفلفل شوية لمدة 10 ثواني مش دقايق، بنحطه إن شاء الله المية لغاية ما تغطي الرز، بس عشان ما يطلعش ده رز أسمر. إن شاء الله نبقى نعمل مع بعض حلقة رز بسمتي علشان يطلع معاكي كويس ان شاء الله، ونغطيه. وبعد كده اول ما يتشرب، بصوا هنا بقى خلاص كده كان اتشرب وكان في منتهى الجمال. كنت بوريه لحضراتكم، يا دوب بنديله تقلبتين ونسيبه يكمل سوا ان شاء الله. واحلى رز اصفر تاكليه مع حبه مع الفرخه المشويه. هنا بقى كان معايا 4 بتنجالات كنت انا شوياهم على عين البوتاجاز، ونضفتهم وشطفتهم شطفه بسيطه عشان الزيت بتاعهم ما يروحش. وهنعمل احلى سلطه بابا غنوم بتركات ام مكه ان شاء الله. كان معانا طحينه وزبادي وليمون وخل وكمون وشطه، وان شاء الله طحينه. وهنشوف هنعمل ايه، هنحط الكلام الجميل ده كله في الكبه. ال4 بتنجالات، وجبنا علبه زبادي اللي هي الحجم الصغير دون، اي زبادي او ممكن زبادي بلدي. وهنحط حوالي نص كوبايه طحينه على حسب حضرتك ما الكميه اللي عندك. هي بتحب الطحينه طبعا، كلنا عارفين، حتى لو جت زياده شويه ما يجراش اي حاجه، اللي عند حضرتك حطيه. وهنا معلقه توم كبيره وحبه كمون، معلقه صغيره كمون. وان شاء الله دلوقتي هنحط نص معلقه شطه على البتنجال، ودول كانوا ليمونه بتديها مزازه وطعم جميل جدا. وهنحط ان شاء الله هنظبط الملح بتاعها. ال4 بتنجالات حوالي خدوا معلقه الا ربع من الملح، وحضرتك طبعا دوقيه وظبطي الملح ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط ومقاديره زي العسل. هنا بقى حبه خل صغننين بتديله مزازه وبتفتح اللون معانا للطحينه وبتخليه لونه حلو. دول بقى حبه زيت للتلميع، عند حضرتك زيت زيتون مفيش اي مشكله، المتوفر حطيه، بس اهم حاجه يكون زيت نظيف. ونخلط بقى، بس ما نخلطش ان شاء الله اللي هي الخلط الناعم، لا يكون خلط خشن شويه عشان نحس بالبتنجان لما بناكله ان شاء الله. هنا بقى المكونات كلها كانت خلطت. وبص بقى حبة بابا غنوم زي العسل، عسل ان شاء الله تجربوه بالزبادي وهيعجبكم، بيفتح اللون وبيخليه ما شاء الله تحفة تحفة. بص القوام بقى بتاعته، فضيته في البولة عقبال ان شاء الله ما نخلص بقية الفرخة والرز، وان شاء الله هنقدمه مع الفرخة والرز ان شاء الله. البتنجال بيحب المشويات جدا. وهنا بقى كنت خلاص بقى كان الرز استوى، وخلصت طبعا الفرخة كانت على وشك، وكنت هنا ولعت البوتاجاز على حتة فحم عشان نعمله أكني جاهز من بره بالظبط. نحط حتة سلوفان وعليها حبة الفحم ونغطي الرز عشان يدي طعم الفحم أكني جايباه من المحل. وهنا بقى بص الفرخة ما شاء الله، هي الصينية كانت رقيقة شوية فالتتبيلة اتحرقت، ما يجراش حاجة، أهم حاجة الفرخة استوت. وعملت نفس القصة عملتها بالفحم، حطيت ورقة وحبة فحم وغطيتها علشان اكنك بالظبط ان شاء الله جايباه من بره. هنا بقى كان عندي صينية ألمونيا فحطيت عليها ورق فويل، اكني بقى طبعا احنا جايبين الطبق ده من بره علشان العين بتاكل قبل البق، وعشان ولاد حضرتك ان شاء الله يفرحوا ويحس ان انت عامله لهم حاجة مختلفة، فالتقديم بيفرق جدا جدا. فزت بقى الرز بقى المفلفل العسل ان شاء الله كنا بنحط كده كمية، ومش مفيش حاجة متعجنة، احنا بنشربه بس لغاية ما بياخد، علشان ما تزوديش المية عشان ما يطلعش معجن ويطلع مع حضرتك زي الفل. بصوا بقى الجمال بقى، لايك ومتابعة وشير لممكة عشان يوصلك كل جديد في المطبخ ان شاء الله. بصوا بقى الفرخة العسل، وكنت بوريكم حتة كانت دايبة ومتحمرة وما شاء الله عليها زي العسل، وهي حاجة بقى كده فاخر من الاخر ان شاء الله تعجبكم. والتتبيلة بسيطة، وكان عندي فلفل اخضر قلت ازين بيه، ما كانش عندي خضره الا عند حضرتك، بس اهم حاجه ان العين بتاكل قبل البق. وحطينا حبه بابا غنوج وزودت عليهم حبه بابريكا. وبصوا بقى التقديم والشكل بيتكلم بقى عن نفسه. اتفضلوا معانا حبايب قلبي، دعمكم للقناه ودعوه بالاستمرار، واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.